هاي تليقش ليك وما تليق ليا. والله يا البارح نزلت مسج في سنابي، خليت وجهها بلوت يغطي ما نام طارت السكرة الدال في المدلب. الله يهديها الشغالة، قلت لها لا تحطي لي شماغ نشا، نكبت وخلته خشب. أخيرا ليش كل ما أجي أكوي أحد يجيني أنا كويتك أنت، ما رحت كويت قبيلتك، على طول يخش لي يا تلت البحل أنا قبيلتي وأتلي وفتلي. طب روح جيب أتلك وفتلك، يعني أنت ما تشوف نفسك رجال اللي بأتلك وفتلك؟ طب روح جيبه، أنا تلت البحل يحدد لي أتلك وفتلك. موضوعنا اليوم شركات التوصيل اللي ما نبي نذكرها، الشماغ زي الزفت. المهم شركات التوصيل اللي احنا ما نبي نذكرها عشان لا يقول لك شهرت. يا اخي احيانا يكون عندك حالة وفاة او حالة مرضية في المستشفى وزوجتك او اختك تحتاج توصيل، يبغوا يجوك المستشفى مثلا، فانت ما تقدر تسيب الحالة اللي عندك وتروح تجيبهم، خلاص خذي من الشركات هذه وتعالي تركب. الا ما السواق يبغى يفك هرجة، لازم يفك هرجة. اقول لك نظارتك بس ما ادري توجعك، شنو امك انت؟ انا والله يا اختي انا هنا عايش في جدة لوحدي، اذا تعرفي لي واحدة مطلقة من صحباتك اتجوزها. بالجزمة يا اخي، ركبوا كاميرات يا اخي الشركات حقت التوصيل، خلاص خلوا وزارة المواصلات تلزمهم اجباري تركب كاميرا في المراية تصور السواق وتصور الحرمة. متابعين يقولوا لي انت مين انت قاعد تقصد بهذا حقة المغدب وحقة البنات؟ هذا واحد دواء، واحد للدال قلنين في اللدال عنده عدلات يدفع حليم كلهم ويدبت حليم ويتحبوا عليه الحليم كلهم تحبوا عليه، وهو يعني نتب وقتل فتل لحتب ونتب وقوي، هو ما قوي بالدلوبني يقول اتحداك تدي المدينة بالتق حق الكبدة والتقبدة ودب بلود يا ودها بلود. وانا عليه واحد مقزز، يعني كل الشباب بيسافروا وكل الشباب بيروحوا، اما هذا اخ مجاهر لي بالمعاصي، يمسك دي ويحضنها ويمسك دي ويبوسها ويمسك دي اللي هم الحريم القمايم اللي زيه، وهو يحسب نفسه الان هو ولد، انا اعمل اللي يعجبني، واحد له صلاح. صدقني لو فيديوهاتك وصلت رأي عام وشافها سمو سيدي خالد الفيصل حتخش السجن، والله حتخش السجن. نبغى ندخل نشوف الترك الجديد حق التبدأ اللي صار فيه، الحين نوريكم اخر التطورات ان شاء الله. طيب هذا هو الترك اللي فاكرين انا اشتريته من الحراج، كان حق شركة بطاطس ثلاجة. الان خلاص عملوا خدش للساندويتش بانل عشان يركب عليه الستيل، لانه لازم مطعم فلازم يركب عليه ستانلس ستيل عشان تاخذ تصريح البلدية. هنا الارض ركبنا عليها خشب بلايوود وانتم بكرامة شايفين، عشان يمسك الستيل الناعم اللي حيركب فوقها عشان ما يصير في بطنجة. هنا طبعا حتكون خط انتاج الكبدة، يا ودها التبدأ حيكون خط انتاج الكبدة من هنا ويمشي هنا. طبعا في السيارة هذه حيزيد عندنا دلاية بطاطس، حيكون حنقدم بطاطس. وهنا المساحة هذه حنعمل فيها كوفي شوب، يقدم شاهي عدني وقهوة واكسبريسو وجميع انواع القهوة، تقريبا 8 انواع من القهوة، جايبين ماكينة جاهزة تقدم القهوة وشاهي عدني فيها ما شاء الله تبارك الله ما يحتاج. عملنا فيها شباكين، هذا الشباك الاول طاولة حقت معد ترفعه مع الشباك. طيب انا اسوي طاولة كم هنا؟ نفس ارتفاع الشباك. ارتفاع كم 90 يعني 90 عشان اللي يجي يشقها هذا الربر انا اسوي ارتفاع 90. طيب سوي لي هو 90. ايوه لانه انا اذا دحين سويته اعلى من كده حيصير عالي على زبون برا. لو سويته 90 ما يخش هذا الثلاجة عشان في تيوب حقه. طيب كم نسوي لازم؟ ايش الفرق بين الترك هذا والترك الماضي؟ ايش الاشياء اللي طورتها؟ طورت انه عملت شباك هنا لمستلم الطلبات، وعملت شباك هنا ثاني للمعد حق السندوتشات، يعني عشان ما ندخل في تفاصيل انه حط كاتشب زود شطة اعمل من عارف ايش، لا خلاص هنا الشباك وقت الاستلام المستلم من هناك يستلم الطلب يجي هنا ايش تبغى على سندوتشك قدامه سندوتش ونحط عليه الانجريدينتس او الاضافات ويستلم الساندوتش ويروح. فهنا شباك استلام وهنا شباك تسليم. هنا في المنطقة اللي بينهم حقفلها بقزاز وهعملها كوفي شوب، منطقة قهوة.
هنا حتنبني غرفة الماطور إن شاء الله. في هذه المساحة حيصير غرفة الماطور. الماطور في هذه السيارة طورت فيه حاجة كمان، دحين نوريكم هي. هنا حنعمل دخلة الصيانة حقة الماطور. الفتحات هنا غيار الزيت من عند راس الدينة. طبعا الدينة ايش اخترناها؟ اسيزو يا حبيبي. ان شاء الله زي ما قلت لكم باذن الله اول مشوار لهذه السيارة تبيع كبدة في المدينة المنورة. عشان ودها تبدا يبنى اول مشوار لهذه السيارة في المدينة المنورة. مواطير الشفط زي ما قلت لكم CBFM KDK، ماركة KDK بقوة CBFM 1800 CBFM. محمد، المهم التعديل اللي عملته كمان اني زدت سعة تخزين الديزل للمولد وربطته بالتانكي حق السيارة الأساسية. يعني أنا لما أجي أعبي ديزل ما حروح أعبي في الموتور بجوالين، لا خلاص هعبي في الطرمبة حقت السيارة نفسها وهي حتسحب وتعبي الديزل. زودت سعة تخزين الديزل، خليته 70 لتر، لا والله 90 لتر، حيكفيني 10 أيام يشغل السيارة ويشغل الديزل. يشغل السيارة ويشغل لي الكهرباء والطاقة والثلاجات والفريزرات والقلايات، يشغلها من نفس الطرمبة حقت السيارة نفسها. مخ يا واد مخ. دخل لي واحد يقول لي كيف الشاي العدني والطريقة وكيف لقيت وصفة. ما لقيت وصفة، ماكينة نفس الماكينة اللي تقدم الشاي العدني في بارنيز او شاي الكرك، سوري روح شوف دوق الشاي الكرك في بارنيز، نفس الطعم حيتقدم عندي. هي ماكينة واحدة، في منها صغيرة ب9000 مع المواد، وفي منها أكبر شوية 14900 تديك نفس الكرك كلها اللي في بارنيز، واللي عندي هي نفس الماكينة.